الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد الصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وقاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترج الأمواج إلى بر الأمان، إلى هذا الدين القيم، الدين الإسلامي. السادة الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. اليوم وفي دار مناسبات منطقة التلنسة بكفر جبين وتحت رعاية المهندس سمير طنطاوي ودار تحفيظ القرآن الكريم للمرحوم الحاج أحمد طنطاوي بكفر جبين، يتم تكريم كوكبة من حفظة القرآن الكريم بكفر جبين ومركز شبين القناطر كاملا. ويحضر معنا هذا الحفل وعلى منصة التكريم الأستاذ عبد العزيز الصبحي عضو مجلس الشعب، ويحضر معنا فضيلة الشيخ محمد الشبيني وفضيلة المنتهل كريم دراهم وفضيلة الشيخ ممدوح منتصر وفضيلة الشيخ لطفي مهنا وفضيلة الشيخ صبحي عبد الله حسن، وكوكبة من أهل العلم بكفر جبين. ومع أولى فقرات الحفل والقرآن الكريم وآيات من الذكر الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع آيات من الذكر الحكيم وفضيلة القارئ الشيخ زياد إبراهيم الفحم فليتفضل مشكورا، ندعو له بحسن التوفيق ولنا بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن يريد
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. تعرف لي اسامي العيال اللي هناك دي تعرفهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحضر على منصة التكريم الآن الأستاذة هناء علام، إحدى القيادات النسائية بمركز شبين القناطر، شكرا لتشريفها حفلنا المتواضع. يقول رب العزة في حديثه القدسي: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت له حتى يأتوا خلفك يا محمد. والآن مع مجموعة من الأحاديث الشريفة وطلاب دار الحاج أحمد طنطاوي لتحفيظ القرآن الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. عن سهل بن سعد السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا لله تعالى قال: في كل يوم من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار 60,000. فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة 60,000. رواه البيهقي في شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لا أنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. ذنوبي في الورى قصرت، وما لي عمل يوم الحشر ينجيني. وقد آتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. والآن مع كلمة الدار والمهندس سمير طنطاوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وشهر يا رب يكون كريم زي دايما ما هو كريم عليا في الشهر ده. أولا أنا بشكر كل الحاضرين سواء من خارج كفر سبين أو من داخل كفر سبين، وبشكر أولياء الأمور على تشريفكم. رجاء بس من الأولاد السكوت. نبذة عن الدار. طبعا كان في السنوات السابقة كانت ملقبة باسم جمعية، ولكن لقينا كلمة جمعية لدار غير مرخصة شبهة، فتم تغييرها من جمعية لدار المرحوم الحاج أحمد طنطاوي. الحمد لله دي السنة الخامسة لتكريم واختبار حفظة كتاب الله. الحمد لله الجمعية قائمة على نفسها، بتصرف على نفسها، لا بتقبل لا تبرعات ولا هبات ولا بتوزع لا سلط ولا كراتين، ولكنها هي خاصة. كلمة خاصة مش تابعة لأي جهة لا حكومية ولا إدارية نهائي، ولكنها هي خاصة باختبار وتكريم حفظة كتاب الله على مستوى مركز سبين لاختيار الأفضل. فبالنسبة لنظام الدار مختلف شوية كتير عن أي دار أو جمعية لتكريم حفظة كتاب الله. السنة دي ماشي، أو نقول السنة اللي فاتت اتقدم على مستوى مركز سبين حوالي 1018 طفل وطفلة. السنة دي اتقدم ما يقرب من 1600 طفل وطفلة من أحفاد. طبعا ده شيء يشرفنا ويرفع من مستوى الدار، والحمد لله بيتم الاختبار على النظام التالي: الكيف من الكم. بمعنى
ان الدرجة بتاعة الطفل الكلية 10 من ضمنها الاول 4 تلاوة، 4 تلاوة و6 حفظ. فممكن الولد في التلاوة يكون مثلا، علشان في بعض استفسارات واسئلة وردتني كتيرة من اولياء الامور، مثلا يقول لي انا معلش الكلمة هتبقى مطولة سنة شوية، ولكن علشان ارد على جميع الاسئلة وبعض المسككين والمغرضين. اولا فيه بعض اسئلة جات لي ممكن اقولها. هو يا حاج سمير ابن حافظ كويس، ولكن في ولد تاني ولا بنت اقل منه في عدد الاجزاء وجايب درجة اكتر منه. اقول له قبل اي شيء التلاوة ورتل القرآن ترتيلا. الحفظ في القرآن الكريم ده بقى تكفل به الله سبحانه عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، ولكن هو ايه المطلوب في اكثر ايات القرآن ذكرا؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب انزلناه اليك مباركا ليتدبروا اياته وليتذكروا اولي الالباب. ايات كثيره. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي مواضع اخرى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ذلك عن القرآن الكريم. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى كده ايه يا جدعان يا جماعة؟ ان الحفظ مش لازم فيه بعض الشيوخ اللي بيعلموا الاولاد بالصرف حافظين القرآن بالكامل، ولكن متفهمينه وعارفين كتير من احكامه. فهنا في الاول اللي انا بجاهد فيه ان نعلم ونخرج جيل مش حافظ بس لكتاب الله. ففي المقام الاول التلاوة الترتيل لا الحدر. الحدر هو نوع من انواع القراءات ولكنه هو ادنى، ومع ذلك فهو مربوط بالاحكام. اسمعنا ان الولد كده حافظ كده لا ده ساقط عندي. اسمعنا النبي يخش يقول لك انا حافظ، طب اقرا يا ابني، لانه بيشرب ميه مش واعي ولا حافظ اي حاجه ولا مستوعب هو بيقول ايه. فاللي مطلوب من اخواتي وزملائي وابنائي الشيوخ الاهتمام بالطفل في الصغر. في بعض الاراء بتقول لك ايه يا عم احنا نحفظه الاول وبعدين نبقى نقول له الاحكام نعلمها له. انا لا يا عم. تاني من ملاحظاتي خلال السنوات اللي فاتت ديت لاحظت حاجات كتيره جدا ماشي
اولها ايه؟ اولها ان الواد الصغير لما بيتعلم وهو بيقرا الاحكام المدود والوقت بيطلع يسب عليها. يعني يا جماعه لو سمحتوا الصوت، انا والله ما عارف اتكلم، تعبان حلو. فمطلوب من الشيوخ، بعض الشيوخ قالوا لك الله يا عم ترعيب عند اهاليهم، امال جايبينهم لك ليه؟ ماشي؟ لا، احنا عاوزين الغرض من انشاء الجمعيه ديت مش تكريم حفظه بس. طيب ما معناه ان حته ان الترتيل باحكامه الواد لما يتعلمها في الصغر كان نقش على الحجر. اذا اردتم ان تعلموا ابناءكم القران باحكامه فهو سوف يعلمهم كل شيء. اي نعم، احنا بالنسبه لنا كجمهوريه مصر العربيه ووزاره الاوقاف ووزاره التربيه والتعليم حطت القران الكريم والمواد الدينيه بس للمعرفه بدون شروط ورسوم. هذا ما قلنا إليه. عاوزين يبقى جيل يطلع ايه؟ فين زمان لما كنا بنروح عند الشيخ فيه من بعض جيلي موجودين وانا سيفهم، يمكن انا وهو اتعلقنا في الفلك زمان، ولغايه دلوقتي احنا معانا الحمد لله القران من صغارنا باحكامه، وبنراجع عليه لما بنسمع اي صورة بنضحكها بنمشي وياها. ثانية يا جماعة كتير، اي نعم السنة دي اتقدم 1600 للأسف الشديد أكثر من 80% في حكم المقبول، مش عاوز أقول مقبول ليه؟ ماشي. تاني حاجة للمرة الثانية بعملها على مستوى مركز سبيل وقرى مركز سبيل. اكتشفت للمرة الثانية، مع ان السنة اللي فاتت كانت تجربة على مستوى المركز، اللي اكتشفته يا جماعة حاجة خطيرة. ده فلسطين اللي بتصدر المناصب وبتصدر علماء ومراتب في القرآن الكريم، للأسف الشديد اللي حصلوا الكوارث من بره كفر السويد. ماشي، ده شيء مؤسف جدا. العيال لازم نهتم بيهم، حفظ القرآن مش الحفظ بس، الحامل القرآن بأحكامه عندنا بقى وغلط نهتم بيها. مطلوب من السيوف، هو ممكن يكون منهم ياخدوا موقف مني، ولكن أنا بقول عاوزين نخرج جيل حامل لكتاب الله على الأسس الصحيحة لتلاوته وأحكامه. أنا مبسوط قوي إن ربنا مد في عمري السنة دي وابتديت بيكم، وإن شاء الله لو في العمر الجاي نلتقي بكم إن شاء الله لا فائدين ولا مفقودين. كل عام وأنتم بخير وأنتم مبروك يا أولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يمكن كلمة الباشمهندس سمير
احنا عاملين المسابقه على مستوى المركز وللطلبه اللي يريدوا تلاوه القران الكريم باحكامه وليس يريدون الحفظ فقط. طبعا قارئ القران الكريم لو من الهند هو شرف لنا انه حافظ القران الكريم، فمحدش ياخدها بحزازيه ان اللي حصد الجوائز او المراكز الاولى من خارج قبر شبين، لكن هي غيره على قبر شبين مش اكتر، ولكن العلم يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دي دعوه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاحنا بنقدمها دعوه لكل قرى مركز شبين القناطر، ويا رب كل قرى مركز شبين القناطر يكون هو ده فعلا مجال التنافس، مش بنقلد ونشوف مين بيغني ونقلده، مين عمل قصه وبنعملها زيه، لا احنا عايزين فعلا اذا كان في تنافس يكون التنافس في مجال القرآن الكريم. الله يفتح عليك يا شيخ صابر. كلمة لا إله إلا الله ليس من حروفها حرف معجم منقوط، إشارة إلى التجرد من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فهي 12 حرفا عدد شهور السنة، منها 4 حروف هي حروف لفظ الجلالة الله، فمن قالها مخلصا كفرت عنه ذنوب السنة، وهي مع محمد رسول الله 24 حرف عدد ساعات الليل والنهار، فكل حرف من لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفر ذنوب ساعة، وكلماتها 7 وأبواب الجنة 7، فكل كلمة من كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله تفتح بابا في الجنة وتغلق بابا من أبواب النار لمن قالها، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. والآن مع منشودة القرآن الكريم من أطفال دار المرحوم الحاج أحمد طنطاوي، فليتفضلوا. متقدمين بإنشودة القرآن مقدمة من فريق الأناشيد الدينية بدار المرحوم الحاج أحمد طنطاوي كفر شبين للصغار. القرآن نور يسري في الوجدان، القرآن لقلبي للإيمان، أحمله في أي مكان، أقرأه في كل زمان، القرآن
منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حدا فيعرض عنه ناطق بفم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والآن مع فقرة الابتهالات الدينية وفضيلة المبتهل الأستاذ كريم دراهم، المبتهل بالتلفزيون المصري والقنوات الفضائية، فليتفضل مشكورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر يا رب ذنوبنا واشرحنا
حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى والله ما سمع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لسه برضه الحاج سمير بيقول لي السامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
يا رب كن لي في القيامة راحما واغفر لعبدك ما جنته يداه يا رب بالمصطفى تمم قبلنا لا تحرمني في غد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم منتهى بالمسك والريحان يوما ستفرح بالحصاد وترتقي صلى الله عليه وسلم صلى يا محمد يا نبينا أنت فينا أنت فينا يا محمد يا نبينا أنت فينا أنت فينا علمتنا شرعا ودينا علمتنا صبرا جميلا
يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى سعدت وجب لما حملت في رجب وما ترى منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالنادى مبشرا بأحمدا رمضان جاءك بالنادى مبشرا بأحمدا وما ترى منه غدا هذا نبي زاكي شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد النبي رابع ساجد إلى مولاك وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا صادق الله يجمع شملك بسيد وفاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل أمنة أمالي نورا بالأجساك ولد النبي مخطونا مكحلا مدعونا بحابط مدعونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة ندخل من أجل الجنة بسيد وفاك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يفتح عليك في الشهر النفحات الله يبارك فيك يا ابني. بالمناسبة كان في حتة كنت عاوز أقولها إن الفرض معايا بمجموعة الشيوخ اللي تبرعوا لوجه الله بدون مقابل للسنة الخامسة لوجه الله لا ابتغاء أي شيء مادي ولا عين لوجه الله على مدى 3 شهور. بصراحة أنا مش عارف أذكرهم إزاي وعلى رأسهم فضيلة الشيخ ممدوح منتصر والشيخ الحاضر الغايب معانا السنة دي الشيخ عرفة هلنا ربنا يديله الصحة يا رب والشيخ محمد السبيني وبعض الشيوخ
من النساء مفيش داعي لذكر اسمهم من داخل كفر سبيل ومن بره كفر سبيل. بصراحه في جندي مجهول، وطبعا اللي كان بيلزمنا على طول الله يبارك فيه الاستاذ احمد النجار. بصراحه الراجل ده كان بيلزمنا على طول الله يبارك فيه. اما الجندي المجهول وانا مش عارف اكرمها ازاي.